السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. جبت لكم هذا الكيك، يعني بدون دقيق، بدون سكر، بدقيق الشوفان، وفي عود السكر غادي ندير نسلي ديال الكراميل. عندي 4 البيضات، جوج ساشيات ديال الفاني، كاس الزيت مع مرش وكاس الحليب مع مرش، كاس قل ربع. هانتوما نيسلي الكراميل. تقريبا الكراميل غادي ندير منه تقريبا 100 غرام. ما نقول لكمش جات بنينه بنينه بنينه. ودقيق الشوفان راه خفيف، مهما تعمروا في الكيسان ما غاديش يكفي باش يجي الخليط هو هذاك. كيبان لكم الخليط ديما خفيف. هنا عندي كاس مع مرش ديال الزيت وديال الحليب، واللي رفدات ليا ديال دقيق الشوفان غربلوه لان كيكون فيه حبيبات هكا غلاط. هزات ليا تقريبا 5 الكيسان ونص. وجات ما نقولش لكم واحد المذاق، واحد المذاق. ولكن انا زدت عليها شحال من حاجه. يعني هاد الكيكه هادي ديال تقاوت، يعني ديروها هكا في رمضان. يعني يا اما تفطروا بها ولا تسحروا بها. انا اصلا كندير الكيكات في رمضان بزاف باش نتسحر بهم. ما تنقدرش نتسحر بالخبز ولا. كنشرب قهيوه وكنشرب دوايه ديال الراس وكناكل طريبه كيكه صافي. الله يجعل البركه. هزات ليا 5 الكيسان ونص ديال دقيق الشوفان. هانتوما غتشوفوا الخليط كي داير. هذا هو النص الاخر اللي زدت. المول ديالي غنكون دهناه بالزبده والدقيق ديال الشوفان. هذاك هو الاخراني نص كاس اللي زدت. الخليط كي جا واخا هكا كتبان لكم باقا خفيفه. انتما غتشوفوا علاش قلت لكم كيكه ديال التقاوت. يعني بلا ما نقول لكم كي جات، بلا ما نقول لكم المذاق، بلا ما نقول لكم نتوما ان شاء الله الا جربتوها غتحكموا. هنا عندي طبسيل فيه القرقاع، فيه الزبيب، فيه اللوز، فيه التمر. هادشي علاش قلت لكم كتقوة القلب وبنينه. غناخد واحد ساشي فاني باش تجي ليا مكرمله من الفوق. غندير ديك الساشي فاني من الفوق. ودرت خماره ونص ديال الحلويات. ديروا جوج او ديروا خماره ونص. انا درت خماره ونص. وما نسيت راه ما قلت لكمش واحد
قبيصة د الملحة ضرورية من الاول. وغادي ندير شوكولا غوش، يعني نوعية جيدة ديال الشكلاط من الفوق هكا. والله الا صدقوني الا جربتوا هاد الكيكه واخا غيجيوكم المكونات شويه غاليين، ولكن غير كل حاجه منها شويه غتجيكم الكيكه هائله. غنكون مسخنه الفران على 180 درجه تقريبا واحد 35 دقيقه، وانتم الفران ديالكم اللي جاكم. هذه هي الكيك ديالي، انا قطعته غنوريكم الطريف كي جات. جات غزاله، جات غزاله وبنينه بنينه من الله.